مساء الذوق العالي واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج كعب عالي. برنامج اتعمل لكل ست حبت تشوف الموضه بعيون نقادها. كل براند ليه ايدنتيتي خاصه بيه. احنا بالنسبه لنا احنا التركيز كله على المنتج ازاي يطلع بشكل مظبوط جدا، وبناخد من الترند حاجات، بناخد من الترند زي ما قلت لك الكالرز الترند السيزون ده. هي لوكس وايز شبيهه اكتر، يعني I don't fit the beauty standard و I know that. ففي beauty standard معين احنا عارفينه بيبقى شكل معين، attitude معين. هي مش كده خالص، وهي more of herself. اوكي. فانا اي حد بيبقى more of himself وبالذات البنات بتشد لها جدا. اللي هو يعني انا عايزه اقول لك ان معظم الناس اللي في الماجازين كمان دلوقتي بقوا اصحابنا، يعني they're not just clients. يعني احنا اي حد من feature them بيبقوا اصحابنا على طول. ففي قصه فعلا فيهم ان انا احط شخصيتي في براند، يعني موضوع ان انا اقلد براندات تانية بصفه عامه بقى في الماركتنج، في الكاتس، في الماتيريال، كل حاجه بفقد هويتي. بتبقى كأن البراند ده تقليد لبراند تاني. لا، انا يكون عندي هدف معين عايزه احققه، اهتم بيه جدا، ادرس كويس قوي 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 المشروع قبل ما ابداه، ايه ابعاده، ايه الحاجات اللي هتقابلني. فبيتقال لي مثلا عشان انا من وانا صغير حبيت اعمل كذا، من وانا كبير اكتشفت كذا. انا دي الواي دي، ده اول حاجه بناء عليها بنعمل انترفيو اصلا. فطول ما انت عندك واي تحفه. لو انت عامل الحاجه دي كسورس اوف انكم انا ما باخدهاش. وتابعونا في قصص تانية وكولكشنز تانية، حلقات تانية كتير. ولو شايفة الموضة حلو تعالي شوفي الحقيقة هنا في كعب عالي. نشوفكم في الحلقات اللي جاية.